وظائف اخرى، ولا بد انه ياخد مخاطرات عاليه جدا. واخد بال حضرتك؟ وكان مش انا بس، ده كان راينا كلنا انه يعني لابد من نقود مسيرات اكتر، النزول للشارع اكتر، يعني حاجات كتيره، مجموعه من الحاجات. الدكتور البرادعي لم يجد ان ده وقتها مناسب يعني. بس يا دكتور انا هنا بتساءل، دكتور البرادعي بلا خبره سياسيه سابقه، وكل الرموز القيمه العظيمه الرفيعه ذات المكانه السامقه اللي حضرتك بتبينها ومن نجومها يعني، برضه ما عندهاش الخبره السياسيه السابقه في المجال ده. منين جه انه القائد الميداني مطلوب بالمنطق ده؟ طب ما هو في ناس كتير في مصر طرحين نفسهم باعتبارهم قاده ميدانيين وفي الشارع ليل نهار. من حقهم، بس هنا انا ربما اراجع معك مفهوم النشاط السياسي. لانه لما تقول اولا، هي ترجع كما حضرتك عارف، هي كلمه مترجمه من اكتيفيست، يعني ناشط سياسي هو، واخد بالك؟ لما ابقى انا ناشط سياسي لازم يكون في مجال سياسي. انا مش ممكن ابقى قائد عربيه ومفيش سكه اصلا ومفيش عربيه، واخد بال حضرتك؟ فلما تقول ناشط سياسي في اي حته او رجل سياسه، يبقى لازم يكون في برلمان وفي انتخابات وفي ديمقراطيه. وبالتالي انا لما اقول انا بوليتيشن او راجل سياسي، يبقى مفهوم ان انا راجل اعمل بالسياسه عشان اتولى منصب يمكنني من تنفيذ السياسات التي ادعو اليها. عظيم. احنا مش بصدد، في تقديري انا مش بصدد عمل سياسي اطلاقا. احنا بصدد عمل وطني يشبه الى حد كبير تحرير الوطن. تحرير الوطن من الاستبداد ومن اجل اقامه الديمقراطيه. وبالتالي موضوع التحرير ده بقى تختلف فيه المعايير. يعني ما هياش فكره ان انت خبرتك السياسيه اللي بتفرض نفسها، لا، هي قدرتك على واستعدادك للتضحيه من اجل هذا التحرير. وده اللي حصل في تاريخ مصر دايما. صحيح. ده كان الخلاف الرئيسي. يعني انت حضرتك بتتكلم عن التحرير الديمقراطي، بالظبط، مش تحرير وطني. لا، تحرير مرحله التحرير الديمقراطي. يعني انت ومن ثم ما تقوليش انا سياسي ولا لا، قول انا وطني ولا لا. هل تعلم يعني يعني عايز اقول لحضرتك ان هناك موسوعات كثيره جدا تعرف الاحتلال بدون الرجوع لفكره انه اجنبي، جنسيته. يعني تقول لك الاحتلال هو سيطره مجموعه من الناس على مقدرات بلد لمصلحتهم وقمع سكان البلد. طب خد التعريف ده وحطه كده، مطبق حرفيا. بالظبط. فيعني الاحتلال مش بالضروره يبقى احتلال من الانجليز ولا السما مش محتاج بقى تبقى راجل سياسي وناشط سياسي، محتاج تبقى راجل وطني بس، وعندك استعداد وعندك رؤيه وعندك مصداقيه. ومن ثم ده كان يتوفر في البرادعي، ولا زال يتوفر، ولا يزال بطبيعه الحال، ولا زال يتوفر. واخد بالك؟ انما احنا يعني وجهات نظرنا كانت مختلفه. الدكتور محمد البرادعي له ايقاع مختلف، واخد بالك؟ قد يكون، واتمنى والله بمنتهى الامانه ان هو اللي يبقى صح وان احنا نبقى غلط. اتمنى هذا من قلبي يعني، واخد بالك؟ انما هو ده بالظبط اللي حصل. كله من اجل التحرير. بالظبط. دكتور علاء، احنا بنتكلم على سفرياتك، على لقاءاتك الدوليه، على اجتماعاتك مع مثقفين وادباء من كل الدنيا. وانت خارج مصر، كيف يرى العالم مصر الان، مصر 2010؟ طبعا العالم يعني هناك فرق بين المصريين وبين مصر. يعني مصر لانه طبعا هذا الخلط كما تعلم وكما كتبت حضرتك هو بتتعمده الحكومات الاستبداديه. يعني فكره انه ايه، اذا هاجمت الحكومه او رمز الدوله او كده تبقى هاجمت مصر، ودي حاجه غريبه جدا. يعني اختصار البلد في شخص. صحيح. انما المصريون طبعا مبدعون جدا، وده طبعا بيخلي الواحد يزعل اكتر. يعني انت ده المصريون في الخارج، في الخارج انا بتكلم على كيف يرى العالم هذا الوطن اللي اسمه مصر، مجموعه السكان اللي اسمهم مصريين. الغرب ينقسم الى حكومات غربيه معظمها للاسف لديها رؤيه استعماريه. طبعا الموضوع له علاقه باسرائيل ايضا. لا تريد الديمقراطيه في العالم العربي. يعني انا اقول هذا الكلام واستطيع ان ادافع عنه. الحكومات الغربيه لا تريد في معظمها، غالبا لا تريد. لا، كلها الحقيقه معظمها. مهما على حكومه، قول لي حكومه اوروبيه واحده عايزه مصر تبقى ديمقراطيه. مهما قالت ومهما عادت ومهما ادعت ومهما قالت حقوق الانسان وكل الكلام ده كلام فارغ. ده كمان ما بتقولش يا دكتور، ده تسمع ساركوزي وهو بيتكلم عن مصر، يعني بتتعامل مع واحد فعلا نابليون بونابرت. بيتكلم عن، انا قلت هذا الكلام في فرنسا، بيتكلم عن ولايه له خدها 3 سنين، يعني انه كانه حاكم الجزائر في القرن 19 بالظبط كده. اتكلمنا بهذا الشكل بالظبط. فالفكره ليه؟ عده اسباب. اولا انه النظره الغربيه لهؤلاء السياسيين هي نظره استعماريه تفترض ان احنا مختلفين واقل، وبالتالي حقوقنا غير واحده. الديمقراطيه بالنسبه لنا احنا لما حصل، لو حصل مثلا في اليونان انقلاب عسكري، كل الدول
الغربيه تتكاتف عشان تنتزع هذا الرفيق الابيض. انما انت بالنسبه لك ده انت كفايه عليك. يعني عاملين نظريه حاسمه اسمها ذا وايز ديكتاتور، اللي هو الدكتاتور العاقل. يعني نعرف نتفاهم معاه، دول كفايه عليهم، ده الكفيل بتاع الشعب ده، ونعرف نتفاهم معاه. بس للانصاف بقى طبعا في اسرائيل، لانه كل الناس دول على مستوى استراتيجي يعلمون انه لو العالم العربي نهض هتنتهي اسرائيل او هيحصل لها مشاكل جامده جدا، وانه لن ينهض العالم العربي، دي مشكلتنا بقى، الا بنهضه مصر. يعني اذا نهضت ولن مصر تنهض مصر الا بالظبط الا بالديمقراطيه. فهو مش عايز كده، هو عايزك تخليك في الوضع ده، لا انت في حاله احتضار دائم، يعني لا انت يعني مت ولا انت عايش التي لا تشفى ولا تصح ابدا. بس هو ده المطلوب، يديك اعانات ويضايقك بيها وحاجات زي كده. انما العالم اللي هو العالم الحر بقى، اللي هو غير الحكومات، اللي هم جماهير اللي هم عملوا مظاهرات بالملايين ضد حرب العراق دول طبعا متابعين، وخصوصا في اوروبا، لانه في امريكا ما مش متابعين قوي يعني. انما دول متابعين، بس دول ما هماش اللي بيصنعوا السياسات في الاخر، انما بيضغطوا في اتجاه، بيضغطوا طبعا في اتجاه، وفي تعريض بعض طبعا. وانت لولا الضغط، يعني قضيه زي خالد سعيد دي، لولا ضغط الناس المستقلين بره، ولا الحكومات الغربيه دي تفرق معاها اطلاقا، ولا خالد سعيد ولا عايز يحرج اصدقائه، واخد بالك. انما فكره ان هناك ضغط من ناس كثيرين جدا، يعني المظاهرات اللي حصلت ضد حرب العراق في اسبانيا وفي فرنسا وفي انجلترا وفي لندن بالذات اكتر من المظاهرات اللي حصلت في العالم الاسلامي. صحيح، واخد بالك. فدول هم دول اللي عندهم مفهوم انساني محترم، مش الحكومات. انما بيننا وبينهم كتير برضه يا دكتور، يعني المصريين حاسس ان احنا ما عندناش الحس الانساني ده قوي، مش مشغولين قوي بالاخر، مش قلبنا مش واكلنا على كارثه نكبه حصلت، فيضان في حته، طبيعه بركان في حته، ما عندناش الوجع ده بالاخرين على الاطلاق، حتى في افريقيا مش مهمومين حتى بدارفور. ما هو احنا ما عندناش برضه للامانه، هو ده صحيح، بس انا ما اقدرش الوم المصريين قوي، لان ده برضه ما عندناش هذا الطرف. يعني انت النهارده الانسانيه طرف يا دكتور. لا بس انت هتروح لواحد في العشوائيات دلوقتي اصلا قاعدين 7 في اوضه. وليه؟ طب بلاش العشوائيات، اروح له في وسط البلد ولا جاردن سيتي. ايوه، اروح له في الزقازيق. لا يفترض طبعا ان انت يبقى عندك هذا الاحساس، بس انا بعتقد انه الاحساس ده هو انت اوريدي عندك كوارث، يعني انت اصلا الناس بتعطف عليك. واخد بال حضرتك؟ يعني احنا عندنا يعني القاهره الكبرى، بس الذكاء الانسانيه ده فرض مشترك. طبعا كل الناس تذكي، وماله يعني وماله. انسانيا انا ما اعتقدش ان حد ضد المبدا، بس هي الفكره هو ترتيب الاولويات. انما ما حدش ضد المبدا، انما الفكره ترتيب الاولويات. انت عندك اولويات طبعا. هو بالنسبه له يعني انا استطيع ان افهم ان المواطن الغربي خصوصا يعني هتجد حاجه مدهشه جدا، انه اقوى دفاع عن حقوق الانسان في دول الشمال. دول الشمال دي تحررت من كل المشاكل. يعني عندها الدول الاسكندنافيه، يعني عندها ديمقراطيه، السويد بقى والنرويج والحته الجميله اللي فوق دي، الساعه اللي فوق دي، كل حاجه عندها مشاكل مدهشه. انه الحد الادنى للاجور قريب من اقل اجر، وبالتالي اللي بيشتغل كالناس او بيشتغل حاجه زي كده ما بيشتغلش، لان هو تفرق معاه 100 حاجه مثلا 100 جنيه وياخد. فدول عندهم النزوع الانساني، بس كمان عندهم الحد الادنى من الحياه اللي يجعله ينظر في الشارع. يعني انت عايز تقول لي مصر اكفل لي بس الحياه الكريمه طبعا، وانا هتضامن مع الانسانيه كلها. المصري انا يعني مانيش موضوع شوفيني ولا حاجه، بس اللي بيزعل الواحد ان احنا مصر وكانها عملاق كبير قوته عظيمه جدا، يعني مكبل باغلال. واخد بالك؟ والله انا رايي انه جات له جلطه يا دكتور، مش يعني موضوع حتى الجلطه دي على فكره لسه عايز علاج طبيعي. الجلطه دي دلوقتي بقت حقنه واحده، لو لحقتها ان شاء الله نلحقها. دكتور علاء، بمناسبه الحقها بقى، يعني لا يمكن ان احنا ننهي هذا الحوار قبل ما نعرف مشروعك الروائي القادم بعد رائعتك شيكاغو قبلها عمارة يعقوبيان. أشكرك. ايه اللي تنتظره بقى الساحه الادبيه؟ العفو دكتور علاء العفو. لا انا طبعا بقعد سنوات يعني اشتغل، فان شاء الله تطلع اخر السنه دي او بدايه السنه القادمه. يعني التفاصيل اللي اقدر انا اقولها ان هي حاجه مختلفه خالص، حاجه روايه بتدور في مصر في الاربعينات، روايه تتابع موضوع طريف جدا شغلني، هو دخول اختراع السيارات ودخولها الى مصر لاول مره.
فعلا تبدو غريبه فعلا عنك. جدا. وازاي عملت ده في المجتمع المصري هذا التغير، وازاي بعد كده انه كيف اخترعت هذه السياره لاول مره، سياره اي بني ادم، ازاي استغنوا عن الخيل، ومين اللي دخل السيارات في مصر، وكيف نشأ مجتمعين طبقيين عن طريق استعمال هذه السيارات. دي اكيد بتكتبها في نادي السيارات. بالظبط. عنوان ايه يا دكتور ولا لسه ما استقرتش؟ لسه ما استقرتش على عنوان، بس خدت مني مجهود جامد جدا، مش بس لكتابه الشخصيات، البحث طبعا للبحث جبار. بالظبط. لا احنا عايزينها روايه 60 حصان. ربنا اشكرك جدا دكتور علاء الاسواني، شاكر جدا، شرفتنا. شكرا جزيلا. اشكركم جدا، واشكر الدكتور علاء الاسواني اديبنا العالمي، ومع ريم ماجد وفقره